دلوقتي احنا بنعيش عصر نهضة في النقاش العام حوالين الأسلحة النووية. الغزو الروسي أثار تساؤلات زي ماذا لو؟ عن ازاي كان ممكن التاريخ يمشي بشكل مختلف لو أوكرانيا كانت طورت برنامج أسلحة نووية خاص بها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي نفس الوقت إيران في مرحلة أكثر تطور في موضوع النووي، وبرنامجها للمخابرات الغربية خايفة إنه في يوم من الأيام يتحول لقنبلة. المفاوضات حوالين إزاي نحد من قدرة إيران، والتكهنات عن إذا كان المرشد الأعلى السابق كان هيبقى لسه عايش لو إيران كانت امتلكت السلاح النووي من سنين. وكمان عند كل النقاشات في الإعلام حوالين إزاي تصرفات أمريكا سواء في فنزويلا أو في إيران هتخلي دول كتير تبدأ تطور أسلحة نووية علشان تحمي نفسها من تصرفات مشابهة. وعلى الرغم إننا ناقشنا كتير إزاي النوع ده من التحليل بيقع في مغالطة الهواة، اللي هو إن الناس اللي مش خبراء بيتفرجوا على الأخبار يكتشفوا دافع جديد وبعدين يقولوا إنه بيغير العالم بشكل جذري، مع إن الناس اللي بيفكروا في الحاجات دي كل يوم عارفين الدافع ده من زمان. كل الكلام عن النووي ده لسه بيطرح سؤال مهم: أنهي دولة هتستفيد أكتر لو بنت سلاح نووي دلوقتي؟ ولازم نحط شوية قواعد قبل ما نجاوب على السؤال ده. أنا مش عايز أعيش في عالم خيالي فيه زعيم ينزل الأبو بتاعه في يوم ويلاقي فجأة ترسانة نووية جاهزة ظهرت لوحدها بالسحر. لو مشينا في الاتجاه ده، إجابتي عن الدولة اللي هتستفيد أكتر مش هتكون أوكرانيا. كييف لقت طريقة تثبت بها خطوط الجبهة من غير ترسانة نووية. في كمان مشكلة: محاولة تهديد الكرملين باستخدام الأسلحة النووية لو القوات الروسية ما انسحبتش. روسيا عندها ترسانة أكبر بكتير من أي حاجة ممكن تتخزن في قبو أوكراني، يعني كده أوكرانيا هتكون بتدور على المشاكل. وكمان في مشكلة رد الفعل الدولي العام لو تم استخدام السلاح النووي في غير الحالات القصوى. فاكر روسيا ما استخدمتش الأسلحة النووية لما أوكرانيا غزت كورسك، مع إن كييف ما كانش عندها القدرة ترد بنفس الطريقة. كييف ما بقتش تحت التهديد، ومش واضح إذا كانت الحكومة هتجازف بتبادل نووي عشان تنقذ جزء من الدونباس. وبرضه مش هختار إستونيا رغم هوسي اللي ملوش نهاية إني أخليها هدف لغزو روسي في المستقبل. آسف تاني لأهالي تالين الرائعين. سلاح نووي حيكون رائع عشان يمنع الاستيلاء على عاصمتك، أيوة، بس دلوقتي ده مجرد افتراض، ولسه قدام روسيا وقت طويل عشان تتعافى من أوكرانيا وتقدر تعمل الحركة دي على الجبهة الشرقية للناتو. الخطر الواضح والحالي هو على إيران. أنا مش عارف هيكون في حالة حرب ولا هدنة ولا سلام مؤقت مع الولايات المتحدة وقت ما تتفرج على الفيديو ده، بس برضو ما كنتش هكون مرتاح لو كنت واحد من القيادات العليا في إيران. سلاح نووي أكيد حيخلي العدو يفكر مرتين قبل ما ينفذ عمليات اغتيال تانية في المستقبل. حتى لو إيران ما عندهاش الصواريخ الباليستية اللي تقدر تضرب بيها الولايات المتحدة، لسه في كتير من المنشآت الأمريكية اللي وابل من الأسلحة النووية ممكن يمحيها. وبرضه ما ننساش إن إسرائيل هي اللي اغتالت آية الله السابق مش الولايات المتحدة، وإسرائيل في متناول إيران بسهولة. وعشان كده إيران هتكون أكبر مستفيد لو ظهرت أسلحة نووية فجأة. بس تعالوا نرجع للواقع ونفكر مين حيكون في أفضل وضع لبناء أسلحة نووية مع كل القيود الحقيقية اللي بتيجي مع الموضوع ده. ده بيخلي إيران تتحول من اختيار ممتاز لاختيار سيء جدا. البلد دي بس بتستوفي شرطين أساسيين جدا: عندها احتياج أمني واضح، وعندها القدرة العلمية لإنتاجهم. بس ده كل اللي عندهم. من الناحية المالية اقتصاد البلد في حالة فوضى تامة دلوقتي. خليني أعدل كلامي، اقتصاد إيران في حالة فوضى تامة بقاله عقود دلوقتي. صانعي السياسات في إيران قدروا تكلفة الفرصة البديلة للبرنامج بتريليونات، وده في الغالب نتيجة للعقوبات الاقتصادية الغربية. وبعدين عندك حرب بتفجر حاجات كتير في البلد، ودلوقتي حصار على الموانئ الإيرانية. نظام الرسوم ده كان شكله فكرة عبقرية كمصدر دخل، بس هو مش بيعوض الخسائر دي. ما علينا من إن أنقى يورانيوم عند إيران
شكله تحول تراب واندفن تحت كومة صخور. وكمان إيران عندها دفاع جوي ضعيف جدا يمنع أمريكا أو إسرائيل من تنفيذ ضربة وقائية تانية. يبقى خلينا نشيل إيران من قائمة المنافسين. نرجع للجناح الشرقي للناتو. بولندا حتكون اختيار قوي. هي مش عندها نفس الخلفية النووية اللي عند أوكرانيا، بس جزء كبير من عملية الانتشار بيعتمد على الصناعة، وبولندا بقت مركز صناعي لأوروبا. وكمان عندها القدرة المالية إنها تبني سلاح نووي لو البلد فعلا عايزة تعمل كده. وأنا مش شايف إنه موسكو هتعمل أي حاجة عشان توقف بولندا لو افترضنا إن كل ده هيحصل قريب، مش لما تكون القوات الروسية مشغولة في أوكرانيا. الفوائد هنا شبه الفوائد اللي تكلمنا عنها بخصوص إستونيا قبل كده. بولندا واحدة من الدول الشرقية اللي روسيا هتدخل قوتها فيها. أول حاجة، لو وارسو عندها سلاح نووي يبقى أي توغل عميق في بولندا حيتشال من الحسبان فوراً. بس زي ما شرحت قبل كده على القناة دي، سلاح نووي بولندي برضو مش هيكون منطقي حسب عقيدة الناتو. أوروبا فيها بالفعل قوتين نوويتين غير روسيا اللي هما المملكة المتحدة وفرنسا. لو فعلا كان نشر الأسلحة النووية على الجبهة الشرقية للناتو مهم، واحدة من الدول دي ممكن ببساطة تنقل القوات دي جوا بولندا. الموضوع ده ما بقاش مجرد افتراض دلوقتي. فرنسا أعلنت عن عقيدة للردع في مارس بالضبط علشان تحول الاستراتيجية دي لنهج مؤسسي. النتيجة الأساسية لكل الأطراف هي إن ده بيسمح إن الفلوس اللي كانت بولندا هتصرفها على بناء ترسانة نووية تتصرف بدل كده على الدفاع التقليدي في الخطوط الأمامية. بولندا عندها ميزة نسبية في المجال ده، واستغلال المزايا النسبية دي هو واحد من الأهداف الرئيسية لحلف الناتو. رغم إن بولندا ما كسبتش اللقب ده، إلا إن الدولة اللي هيكون منطقي أكتر إنها تطور سلاح نووي فعلاً موجودة في الشرق، بس أبعد بكتير ناحية الشرق. يبقى يلا نتكلم عن تايوان في باقي الفيديو ده. خليني أبدأ وأقول إني مش شايف إن تايوان هتطور سلاح نووي في أي وقت قريب. أنا ليا قرابة 20 سنة شغال في مجال الصناعة النووية، وعارف كويس إنه التصورات العامة هنا مش دقيقة. دايماً في اعتقاد سائد إن دول أكتر هتكون عندها ترسانة نووية قريب. في الحقيقة أقدر أرجع المخاوف دي لحد مناظرات الرئاسة سنة 1960 لما جون كينيدي كان بيحذر من عالم فيه 20 دولة هيبقى عندها أسلحة نووية قريب. في الواقع لسه بس 9 دول اللي عندها، رغم إنه العلم وراء الأسلحة النووية مفهوم كويس لأي فيزيائي على أعلى مستوى. العقبة الحقيقية هي إن في كتير من الأطراف في السياسة الدولية بيحاولوا وغالباً بينجحوا يمنعوا أي دولة بتحاول تمتلك سلاحاً نووياً. بس خلينا نشرح ليه سلاح نووي تايواني هيكون منطقي حتى لو مش محتمل يحصل. وده محتاج نغطي 4 نقاط أنا كنت بلمح ليهم طول الفيديو لحد دلوقتي. التمويل، والقدرة على إنتاج أسلحة نووية من غير ما حد يقصف برنامجك، ومصداقية استخدام السلاح النووي بعد الانتشار، ومشكلة التفاوض بين بكين وتايبي. الجانب المالي من المعادلة واضح وبسيط. تايوان غنية. لو اعتبرت تايوان دولة، وده افتراض مثير للاهتمام لأنه هو أساس الخلاف كله مع البر الرئيسي، هتكون في المركز 20 في الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. بالصدفة هي بتيجي مرتبة واحدة فوق بولندا. شايف؟ تصنيع أفضل أشباه موصلات في العالم، طريقة ممتازة تخليك أغنى بكتير من اللي أجدادك كانوا ممكن يتخيلوه. المهم، الناحية المالية مش مشكلة خالص في الموضوع ده. من ناحية تانية، تجنب الحرب الوقائية موضوع أصعب شوية، بس لسه ممكن يحصل. المفتاح هنا إن تايوان عندها نوع من الحماية من الولايات المتحدة، فلو الصين حاولت تتوغل لازم تحسب حساب إن البحرية الأمريكية ممكن تمنع أي رد فعل قوي. وطبعاً ده بيجي مع شوية تحفظات. سياسة الغموض الاستراتيجي اللي أمريكا ماشية بيها مع تايوان بقالها سنين، هدفها تمنع تايبيه من إنها تجر الولايات المتحدة لحرب. وده موضوع قريب من قلب ناس كتير اليومين دول، خصوصاً مع احتمال إن إسرائيل تكون جرت الولايات المتحدة لحرب في إيران.
في الحقيقة تايوان حاولت قبل كده مرتين تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وفي المرتين الولايات المتحدة عرفت بأفكار تايبيه ووقفتها فوراً. يعني لازم نتخيل عالم الولايات المتحدة فيه عايزة تايوان تكون أكثر اعتماد على نفسها ومستعدة تتحمل مخاطر الحماية في الوقت ده. وكمان في مشكلة إنه الولايات المتحدة محتاجة القدرة العسكرية عشان تقدر تدعم الخطة دي ويبقى ليها تأثير ردع. وطبعاً الحرب مع إيران عملت ضغط على الموضوع ده، وإحنا بنتابع مغامرة إيران والصين اللي إدارة ترامب راهنت عليها من أول يوم. لكن العناوين الأخيرة اللي بتقول إن الولايات المتحدة ما بقتش عندها القدرة على تنفيذ خطط الدفاع عن تايوان تم تفسيرها بشكل مبالغ فيه. الموضوع مش اختيار بين حلين وبس. دلوقتي فعلا صحيح 100% إن الولايات المتحدة مش هتقدر توفر حماية كاملة 100% في الوقت القصير. بس عدم وجود حماية كاملة 100% مش معناها إنه الولايات المتحدة ما عندهاش حماية خالص. السؤال الحقيقي هو: يا ترى التغطية بنسبة 70% أو 80% أو 90% كفاية ولا لأ؟ الحرب الوقائية هنا ممكن تكون على شكلين، يا إما حملة قصف بسيطة أو اجتياح كامل. لو بنتكلم عن حملة قصف، تأثير حرب إيران حيكون بسيط جدا. الولايات المتحدة تقدر تدخل بالحجم ده من غير مشاكل. ما ينفعش تستمر لفترة طويلة، لأنك هتحتاج مخزون كبير من صواريخ التوماهوك عشان تضرب موانئ البر الرئيسي، وصواريخ باتريوت عشان تدافع عن المنشآت المهمة في تايوان. عشان كده الغزو الكامل موضوع مختلف تماما. الخلاصة إن جمهورية الصين الشعبية دلوقتي ما عندهاش سفن إنزال كفاية عشان تعمل كده بشكل صحيح، فالموضوع مش مقلق قوي في الوقت الحالي. مع ذلك الوقت بيعدي، وتايوان ما عندهاش منشآت لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وواحدة منهم ضرورية عشان تصنع قنبلة نووية. يعني لو تايوان فكرت تمشي في السياسة دي لازم تتحرك بسرعة. وبرضو النقاش ده حوالين الحرب الوقائية بيطرح نقطة تانية بتدعم فكرة إن تايبيه توافق على برنامجها النووي. الحماية المؤقتة من دولة راعية تعتبر دافعاً قوياً لإنتاج قنابل نووية. الدولة الراعية لسه موجودة علشان تحميك من حرب وقائية على المدى القصير، بس الدولة الراعية ممكن ما تفضلش معك للأبد. ده فعلاً النقاش اللي حصل دلوقتي في البيت الأبيض الحالي. وعلى الرغم إن ترامب مش هيكون رئيس للأبد، في عواصم أكتر بتفكر في وسائل بديلة عشان تضمن أمنها. الأسلحة النووية بتوفر بديل. نروح للنقطة الثالثة. تايوان حالة نادرة اللي فيها مشاكل المصداقية مش مشكلة كبيرة. يعني بص عليها، هي جزيرة وصغيرة نسبياً. أي غزو من البر الرئيسي هيبدأ يهدد العاصمة فوراً، ومعها استمرارية الحكومة. دي بالضبط الظروف اللي بتدي مصداقية للسلاح النهائي. مفيش تقريباً أي طريقة تقدر بيها بكين تسيطر بالقوة على الجزيرة من غير ما تواجه دماراً نووياً هائلاً. مدينة شيامن فيها 5 مليون نسمة وأقل من 250 كيلومتر عبر المضيق. ولو عايز تزودها شوية، شنغهاي اللي فيها 25 مليون نسمة أقل من 700 كيلومتر شمالاً. وأخيراً حالة تايوان بتوضح ليها التوصل لاتفاق نووي هيكون صعب. زي الحرب بالضبط، تصنيع الأسلحة النووية طريقة مكلفة لحل الخلافات السياسية بين دولتين. يعني بشكل أدق هي طريقة مكلفة لتغيير ميزان القوى، وبعدين التفاوض بشروط أفضل عشان يحلوا الخلاف السياسي. في كل الأحوال الطرفين حيكونوا في وضع أفضل لو تفاوضوا على السياسة المختلف عليها عشان يحلوا الأزمة من غير ما تايوان تنتج سلاحاً نووي. واحدة من الطرق اللي الموضوع ممكن يمشي فيها بشكل غلط هي لو جمهورية الصين الشعبية بتفقد قوتها مع الوقت، وساعتها هيكون عندها دافع تخوض حرب عشان تسيطر على تايوان بالكامل بعيد عن أي قلق من الأسلحة النووية. وزي ما انت عارف ده بالضبط هو المشكلة اللي بكين بتواجهها دلوقتي بسبب سياسة الطفل الواحد اللي سببت أزمة ديموغرافية. لو الظروف دي كانت سيئة كفاية، شي جين بينغ مش هيقدر يوعد بشكل موثوق إنه يفضي الغربة مضيق تايوان. وده كمان
بيستبعد أي التزام بعدم الغزو لو تايوان وافقت إنها تمتنع عن تطوير سلاح نووي. وبالتالي ممكن تايوان تبني سلاحا نووي علشان تخلي وعود بكين بعدم الغزو موثوقة عن طريق التهديد برد فعل نووي. وبرضه الكلام ده مش معناه إن تايوان هتنتج سلاح نووي بشكل حتمي في ال5 أو ال10 سنين الجايين. فيه كتير من المخاوف التانية اللي تايبي لازم تاخدها في اعتبارها، زي خطر العقوبات الاقتصادية اللي ممكن تدمر صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة بشكل مجازي. وبرضه في فرق كبير بين شبح تغير موازين القوى اللي ممكن يسبب حرب، وبين إن العاصمة المعنية تحسبها وتلاقي إنه بدء الحرب فكرة كويسة فعلاً. بس الكلام عن الأسلحة النووية حيبقى أوضح كل يوم مع زيادة تصورات الانعزالية الأمريكية. طيب، إيه أهم النقاط اللي نطلع بيها النهاردة؟ فايدة برامج الأسلحة النووية مش بسيطة، رغم كل الكلام عن الأسلحة النووية حوالين مضيقين جغرافيين. مع ذلك، تايوان عندها كتير من العوامل اللي ممكن تشجعها على إنتاج أسلحة نووية. بس ما ينفعش نستعجل ونقول إن تايوان هتبني قنبلة نووية قريب. وفي نفس الوقت، لو بتدور على حقائق أكتر، ليه ما تتفرجش على قائمة التجريل دي عن سياسة الصين، أو فيديو طويل عن خطر الحرب في المضيق ده؟ ولو عجبك فيديو النهاردة، ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.